السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنصلح الراديو، ولا بقى هنودي لبتاع الصيانة ولا الكلام ده كله. احنا هنصلحه في البيت ومن غير ولا مليم، بحاجة موجودة عندك في البيت تقدري تصلحيه. زي ما انتوا شايفين انا حاطة الفيشة ومش شغال معايا. بصوا اهو، زي ما انتوا شايفين، بصوا مش شغال. هبدأ بقى اشيل الفيشة كده، وتعالوا بقى نفكه ونشوف ازاي هنصلحه. عايزه اقول لكم الطريقه دي ولا الراديو ده هيبوظ معاكي تاني. اساسا الراديوهات دي يعني اعطالها بتبقى كتير من الترانس. كل مثلا ما بتشغليه كتير الترانس ممكن يتحرق منك. الطريقه دي بقى انت شغليه ليل ونهار، يعني سيبيه براحتك، مش هيبوظ منك تاني ولا هتضطري توديه لحد تاني يصلحهولك. هنبدأ نفك كده، هنجيب مفك صليبة ونبدأ نفك المسامير زي ما انتوا شايفين كده. فكها كويس. بتأكد لو في حاجة من جوه البطارية كده، المسامير عايزة تفك ولا حاجة، لقيت مفيش، فهنا لسه برضو في مسامير مادام ما تشدش معايا بسهولة، يبقى لسه في مسامير ما تفكتش. نتأكد تاني كده على المسامير ونبدأ نشد بالراحة. عايزة اقول لكم بالراحة وانتوا يعني بتفكوا الراديو، عشان طبعا في سلوك جوه، ممكن مع الشدة الجامدة ان السلوك اللي جوه دي تتقطع. تمام. هنا بقى هبدأ ابص الاول على السلوك من جوه، لو في سلك مخلوع من مكانه هشوف مخلوع منين وهلحمه. تمام. هنا بقى ما لقيتش يعني في حاجة مخلوعة ولا عند السماعة ولا من اي مكان بصراحة. السلوك كلها سليمة، فمعنى كده ان اللي بايظ هو الترانس، انا اسفة، الترانس. تمام. برضو قبل ما افك وقبل ما اعمل اي حاجه غيرت الفيشه، احتمال ان الفيشه هي اللي تكون بايظه، فانا برضك بغير الفيشه الاول. لو طلعت ان الفيشه سليمه وبرضك الراديو مش شغال، يبقى طبعا بنبص على الاعطال اللي انا قلت لكم. ممكن يكون سلكه من جوه مخلوعه، السماعه السلك مقطوع منها. فلو ما لقيتش كل ده شغال، يعني حاجه مقطوعه فيه، كده اعرف ان الترانس هو العيب فيه. تمام. ايه بقى حل مشكلة الترانس وانا عايزة الراديو بتاعي يفضل شغال ليل ونهار، ومن غير الترانس ده ما يعملها معايا تاني؟ عايزة اقول لكم ان انا كنت بصلح راديو تاني غير ده عند واحد بتاع صيانة، والله خد مني 120 جنيه، وهو اساسا انا كنت جايبة الراديو ده ب150. يعني انتوا فاهمين، يعني يعتبر خد حقه. ف اتصلح. و عايزه اقول لكم دلوقتي الراديوات كمان غليت، يعني انا كنت جايباه رخيص شويه، الراديوات دلوقتي غليت. فانا حرام ان انا ارميه ولا اروح اوديه عند حد بتاع صيانه. فانا هعلمك ازاي بقى تجدديه من اول وجديد. ده شاحن كده، شاحن موبايل عادي جدا. كان الجزء اللي هو اللي قدام اللي بيخش في الموبايل ده كان فيه حته مقطوعه، فانا قطعت الجزء ده. انا اللي يهمني راس الشاحن والجزء اللي بيخش في راس الشاحن، ان هم يكونوا سلام. تمام. قطعت الجزء اللي هو كان مقطوع، وبدأت اجيب السلوك واشيل اللي هي البلاستيك اللي عليها. اهو زي ما انتوا شايفين، طبعا السلك بيبقى فيه لونين، لون احمر ولون تاني. ايا كان بقى اللون التاني، انا اللي يهمني ان اللون الاحمر ده هو الموجب بتاعي. تمام. هبدأ كده اشيل السلوك، القشرة اللي عليها. طب افرض دلوقتي ان انا عندي السلك ده فيه 4 سلوك مش سلكين بس، هاخد اللون الاحمر والاسود والباقي هقصه، مش عايزاه. انا اللي هستخدمه بس اللون الاحمر والاسود. تمام. كده برضو عشان لو معاكوا شاحن فيه 4 الوان، طبعا هتبقوا محتارين هنحط انهي سلك. هنا بصوا، هنا مكتوب لي جوه فين الموجب وفين السالب. الاحمر هحطه ناحيه الموجب، والسالب اللي هو اللون التاني. انا عندي هنا في السلك مديني السالب لون ابيض، مش اشكال بقى، ابيض اسود، المهم ان هو ايه، عرفت ان ده السالب بتاعي. هبدا ابرم كده السلك كويس، وهدخله في الجزء الحديد اللي هو طالع ده، وهربطه كويس.
زي ما انتوا شايفين كده. والجزء التاني برضو هعمله من ناحية الموجب. انا كنت بصراحة مطلعة الكاوية ان انا الحمه، بس هو محتاجش بصراحة لحام، انا ثبته خلاص كده. تعالوا بقى هنا، طبعا عشان سلك الشاحن ده قصير فهضطر ان انا اقرب كده الراديو من الفيشة اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين اللنده معايا نورت. بصوا انا كنت عايزه ابين لكم بصراحه الصوت بتاع الراديو وهو شغال، بس للاسف عشان حقوق طبعا والنشر مش هينفع اطلع صوره الراديو في الفيديو. فهي زي ما انتوا شايفين اهو اللنده. تعالوا بقى نقفلها، ادي طفت معايا اهو، نورت وادي طفت كده، الراديو معايا اشتغل. طب انا دلوقتي السلك بتاعي قصير، ايه الحل بقى دلوقتي؟ جبت شاحن تاني كان بايظ عندي وخدت منه السلك اللي هو بتاعه، تمام. اي شاحن قديم برضو عندك، وجبت السلك كده ولحمته في بعضيه اهو زي ما انتوا شايفين اهو، ووصلت نفس التوصيله اللي انا عملتها. هنا بقى هبدا اغطي السلوك العريانه باللزق اللي هو بتاع الكهرباء ده اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده اهو بصوا بردك الجزء ده كده هلمه برضو بايه، بلزق كده عشان ما يبقاش ايه السلوك بعيد عن بعضه، تمام. طبعا تقدري برضو تستخدمي بقى شاحن يكون عندك طويل، ده انا عشان كان الشاحن صغير اللي هو السلوك الصغيره ده فانا استخدمته، لانه كده كده كان بايظ عندي، فانا قلت بدل ما ابوظ واحد سليم انا استخدمت ده. انت تقدري تجيبي وصله 25 جنيه اللي هي الوصله بس اللي هي بتاعت الشاحن وتركبيها، تمام. انا دي بقى ما كلفتنيش حاجه. هنا اهو هنبدا بقى نحط الغطا هيتحط معاكي عادي لان السلك هنا رفيع. بعد كده بدات بقى اربط الراديو. طبعا احنا ما كناش لسه ربطناه عشان كنا بنجربه. اهو زي ما انتوا شايفين. حاولي اي حاجه مثلا تكون بايظه عندك او كده، حاولي باقل يعني الامكانيات اتعلمي ازاي تصلحيها، شوفي فيديوهات. آه يعني عايزه اقولك الحاجات دي، يعني انت مثلا ما بتتفرجي على فيديو زي ده اللي انت بتتفرجي عليا فيه هتتعلمي حاجه، هتقدري مثلا لو حاجه عندك بايظه هتقدري ان انت تصلحيها. وادي حاجه ببلاش وصلحناها، بدل ما كنا هندفع فيه 120 ولا 150 جنيه، لا صلحته وانا في البيت. هنا بقى هنبدا نحط طبعا الغطا، هثبته كده نجيب بس السلوك كده على جنب. خلاص معايا كده بقى جاهز، تعالوا برضو نجربه تاني. هنا خلاص حطينا اهو الفيشه، واللنده معايا خلاص بقت تمام منوره. عايزه اقول لكم ان انا ما عرفتش اشغل لكم الراديو الصوت بتاعه عشان طبعا انتوا عارفين حقوق الطبع والنشر، فمش هينفع ان انا اطلع صوت الراديو على اليوتيوب. اهو زي ما انتوا شايفين ببدأ بقى اظبط الاشارة، وعملته على قناة الاغاني اف ام اهو. خلاص معايا الراديو اشتغل. عايزه اقول لكم يا ريتني كنت عرفت الطريقه دي من زمان، لان عايزه اقول لكم يعني الراديو الاولاني ده انا صلحته اكتر من مره، مجرد ما بخليه شغال. طبعا بشغله على طول بالليل واحنا نايمين على إذاعة القرآن الكريم، فطبعا كتر التشغيل بتاعه بيخلي الترانس يتحرق، فصلحته حوالي مرتين، يعني بحقه مرتين بمعنى أصح.
فعايزه اقول لكم حلو جدا. والطريقه دي انا اتعلمتها من حد يعني على الفيسبوك، وربنا يبارك له. يعني بصراحه جربتها والحمد لله ان هي اشتغلت. من النهارده الراديو لو جراله اي حاجه تاني انا اللي هصلحه. بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، طريقة سهلة وبسيطة، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وجربوها. لو عندك اي راديو قديم مش عارفة تصلحيه، صلحيه بالطريقة دي، ولا تودي بقى لبتاع صيانة وتدفعي قد حقه مرتين. اقول لكم بقى مع السلامة، واكتبوا لي في التعليقات لو حد جربها. مع السلامة.